هل سمعت مرة عن التهابات العضلات والمفاصل وبتيجي ليه ومنين وعلاجها ايه؟ تعال اقول. الالتهابات يا صديقي ببساطه هو رد فعل طبيعي من الجسم تجاه اي ضرر عليه زي العدوى او الاصابه او وجود اجسام غريبه جوه الجسم. طب وانواعها؟ الالتهابات يا صديقي من الاخر بتتكون من نوعين، التهابات حاده والتهابات مزمنه. الالتهاب الحاد هو التهاب بيظهر بسرعه زي العدوى او لما تتخبط، يكون من اعراضه احمرار، حراره، الم، تورم. طب والالتهاب المزمن وده بيبدا ببطء وبيستمر لفتره طويله من شهور لسنين، زي انك تفضل تعمل مجهود عالي وتضغط على عضلات او مفاصل معينه بطريقه معينه لفتره طويله ويبدا الوجع يظهر ببطء وتتجاهل الوجع يا عم الشبح، والكلام ده بقوله لنفسي. فيبدا الوجع معاك يزيد، الالتهاب يتحول لالتهاب مزمن فيزيد الوجع وطول فتره استشفاء. او ان الجسم يا صديقي يهاجم خلاياه بنفسه زي امراض المناعه، ودي بتكون اكترها من اسباب وراثيه. طب ايه التغذيه اللي بتزود او تقلل من الالتهابات؟ عندك اطعمه بتقلل الالتهابات زي الاسماك الدهنيه الغنيه بالاوميجا 3 والخضار والفواكه وزيت الزيتون والكركم. طب واللي بيزود من الالتهابات؟ سكريات مكرره، دهون مشبعه، فاست فود. ابعد عن الفاست فود يا صديقي. طب وبالنسبه للتمارين فهي مهمه جدا بس لازم تكون مناسبه لحاله الالتهابات ولازم تكون تحت اشراف متخصص، وحط تحت اشراف متخصص دي 100 خط وخط. بس عاده يعني بتكون تمارين توازن وتقويه للعضلات المحيطه بيها. قلنا انت بقى بقصتك في كومنت وقول لنا لو كان عندك التهابات قد كده كانت التهابات ايه وعالجتها ازاي. كان معاكم احمد الشيمي بطل مصر والمانيا في رياضه كيك بوكس. سلام عليكم.